لم تعد حدائق الحيوانات مجدية ومفيدة بحسب رأي المختصين في الشؤون البيئية والأحيائية، وذلك لأنها تحتجز الحيوانات داخل أقفاص ضيقة وصغيرة وتحد من تكاثرها وتؤثر على نمط حياتها. وبالمقابل فقد حققت فكرة المحميات الطبيعية نجاحا ملموسا في كل المناطق التي طبقتها تقريبا، خاصة تلك التي لديها تضاريس جبلية ومساحات شاسعة من الأدغال والغابات، وما أكثرهما في إقليم كردستان العراقي. في هذه الحلقة من أربيل نسلط الضوء على إنشاء محميات للحيوانات في إقليم كردستان بغية حمايتها من الانقراض، ومدى اهتمام الناس برعاية الحيوانات الأليفة، وكيف تساهم المنظمات والجهات المعنية في نشر التوعية في المجتمع الكردستاني من أجل الرفق بالحيوانات. منذ أن اتجهت بعض دول العالم إلى استثمار الطبيعة العذراء التي لم تمسسها يد البشر بعد، لتكون محميات طبيعية تأوي أنواع حيوانات مختلفة وتحميها من الصيد والقتل والانقراض، وهذه الفكرة تستهوي إقليم كردستان العراق نظرا لما يتمتع به من غابات كثيفة وأجواء ملائمة، فتولدت فكرة إنشاء محمية تكون حديقة وطنية في منطقة بارزان التابعة لقضاء ميرغسور شمالية محافظة أربيل، على أن تضم الكثير من الحيوانات المهددة بالانقراض. وما شجع الإقليم على تبني هذه الفكرة هو التقبل الشعبي والخطر الذي كان محدقا ببعض الحيوانات. پیش تقریبا بلین 11 سالیان پیش 12 سال دستم کرد به تصنیف. قبل 11 أو 12 عاما بدأت بتصنيف الطيور في جبل شيرين خلف منطقة بارزان التي أعيش فيها وأنتمي إليها. خلال ذلك رأيت أنواعا من الحيوانات البرية التي تحتاج إلى توفير بيئة ملائمة تحميها من الانقراض. فكرت بمشروع محمية كبيرة كما هو الحال في بعض البلدان المتطورة التي تقدر قيمة هذه الحيوانات في توازن البيئة. جاءت منظمة نرويجية ونصبت مجموعة كاميرات في جبال بارزان لرصد حركة الحيوانات، فالتقطت صورا ومقاطع فيديو لبعض الحيوانات منها دبب وضباع ونمور وحيوانات برية أخرى، لكن للأسف بعضها انقرضت بسبب التلكؤ في أعمال مشروع حمايتها. فكرة إنشاء المحمية الطبيعية لم تأتي من فراغ، وإنما كانت لها أسبابها المنطقية والموجبة، فكانت البداية من عرف عشائري ساد في منطقة بارزان حتى صار تقليدا لا يحيد عنه أحد، وتطور بمرور الزمن إلى أن اكتسب صفة شبه قانونية، والمخالف له يتحمل غرامات واتهامات. أضف إلى كل ما تقدم اختفاء بعض أنواع الحيوانات من تلك المنطقة بسبب الهجرة أو القتل. منطقة بارزان لديها خصوصية من ناحية التعامل مع الحيوانات والرفق بها، فمنذ أكثر من 70 عاما منع سكان هذه المنطقة وعلى رأسهم الشيخ أحمد البارزاني جميع أنواع الصيد، وكعرف عشائري هنا لا يجوز التجارة بالحيوانات. فعلى سبيل المثال الآن في جبل شيرين يوجد ما لا يقل عن 7000 ماعز بري وغيرها من الحيوانات. مئة كيلومتر هي المساحة المفترضة للمحمية هنا في قضاء ميرغسور، على أن تشمل 4 نواح تابعة لها من أصل 5. تبين قاعدة البيانات التي جمعت هنا أن هذه المحمية ستضم قرابة 1000 نوع من الحيوانات البرية والنهرية والطيور، بعضها ما يزال على قائمة المهددين بالانقراض، وهذه الأنواع ما تزال تسابق الزمن وتصارع الظروف لتحافظ على ديمومة جنسها. الأرض التي من المفترض أن تكون حديقة وطنية أو محمية طبيعية تضم الكثير من الجبال، وتبين المسوحات التي أجرتها دوائر الزراعة والبيئة هنا أن هناك 200 نوع من الطيور تقريبا، فضلا عن حيوانات الدببة والنمور والأوشاق والغزلان والخيول والأبقار والخنازير والماعز وغيرها.
والحيوانات المفترسة تحديدا كانت على حافة الانقراض، ولكن وضعها الآن أفضل من ذي قبل. وبحسب المخططات المعدة مسبقا ستكون هذه المحمية هي الأكبر في العراق وربما في الشرق الأوسط. چندین ساڵە وەکو ڕێکخراوە مەدەنیەکان لەگەڵ هەندێک ڕێکخراوی مەدەنی. نحن نعمل منذ عدة سنوات على إجراء إحصاء دقيق لعدد الحيوانات التي تعيش في جبل شيرين الذي من المقرر إنشاؤه كمحمية، ووصلنا إلى نتيجة تقريبية بوجود 180 نوعا من الطيور ومنها نادرة. فمثلا نحن اكتشفنا وجود طير البلاك كوين الذي لم يشاهد واختفى في العراق منذ 100 عام، ووجدنا الدب البني والنمر الذي يعد من الحيوانات النادرة في هذه المنطقة فضلا عن القطط البرية. يعزى كل مشروع متلكئ هنا في إقليم كردستان إلى الأزمة المالية التي ضربته منذ عدة سنوات، ولهذا فقد ركن مشروع الحديقة الوطنية على رف الانتظار إلى جانب الكثير من المشاريع الأخرى، ناهيك عن مشكلة ثانية قد تعرقل اكتمال المشروع حتى وإن توفرت السيولة النقدية الضرورية، وهي القصف التركي شبه المستمر الذي تتعرض له هذه المنطقة بسبب تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني، إذ وجدت العديد من الحيوانات مقتولة بعد كل هجمة تشنها الطائرات، ناهيك عن الإصابات. من دەتوانم بڵێم 150 شوێنە گەشتوگوزاریەکانی ئەم دەڤەرە ئەکوت ئەو ناوچە محرمەکان. يمكن القول بأن نسبة 50% من المواقع والأماكن هنا في منطقة بارزان محرمة على المواطنين والسياح بسبب الحرب بين الباكاكا وتركيا، والتي تهدد حياة الحيوانات أيضا، وتسبب القصف بتراجع أعدادهم بشكل خطير. ولولا ذلك لكانت حالهم أفضل، لأن سكان المنطقة بطبيعتهم يحافظون على البيئة ومن ضمنها الحيوانات البرية. هذه البقعة التي حددناها للمحمية لا توجد فيها مشاكل أمنية ولا تتعرض إلى القصف، لأنها في الأساس خالية من عناصر حزب العمال الكردستاني وأيضا خالية من حقول الألغام، فالمحمية مهيئة تماما، فقط تحتاج إلى تعاون بين بغداد وأربيل لإكمالها، ونأمل أن تكون ذلك قبل نهاية العام الحالي. إن كان الناس هنا في كردستان يقولون أن لا ذنب لهم في المشاكل السياسية التي أدت إلى نشوب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب الإقليم منذ عدة سنوات، فما بالك بالحيوانات التي كان يراد جمعها في محميات طبيعية وحدائق وطنية لحماية المهددة منها بالانقراض، خاصة وإن حكومة الإقليم ومنذ اليوم الأول ترفع شعار الحكومة الصديقة للبيئة، وتعطلت كل تلك المشاريع للسبب سالف الذكر. فما هو دور الحكومة هنا لتدارك ما يمكن تداركه؟ حكومة إقليم كردستان لم تعارض منذ اليوم الأول فكرة إنشاء محمية طبيعية في ميرغاسور، بل وراحت تسعى لتسهيل كل المعرقلات التي تقف بوجه إتمام هذا المشروع الحيوي والمفيد، فرسمت الحدود التي تسود بداخلها قوانين خاصة وصارمة لحماية الحيوانات التي تعيش هناك، وأوقفت منح أذونات البناء الجديدة لمن يرغب بالسكن وهو ليس من السكان الأصليين، ومدت بعض الطرقات التي من شأنها أن تسمح بالتجوال البشري مستقبلا داخل محمية بارزان. إلى اليوم نحن مستمرون بالعمل في المشروع من خلال متابعة وضع الحيوانات وجمع المزيد من المعلومات عنهم، وسننتهي من ذلك قريبا لأننا وصلنا إلى مراحل متقدمة. ولكن هناك مشكلة أيضا تحتاج إلى دراسة، وهي كيف يمكن لنا تعويض سكان القرى التي تقع في حدود المحمية بعد ترحيلهم إلى موقع بديل.
محافظة أربيل خاطبت وزارة الزراعة في حكومة إقليم كردستان بالرغبة بإنشاء هذه المحمية، والتي بدورها خاطبت وزارة الزراعة الاتحادية لاستحصال موافقتها، وكان لها ما أرادت فعلا. طبيعي أما أرشتك كدوابكين أبي لري وزارة كاني خمانوي من الطبيعي أن تكون المطالبات والخطابات الرسمية لهذا الموضوع بين الوزارات ذات العلاقة في حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، التي أرسلت بدورها استمارات خاصة لإحصاء عدد الحيوانات والمساحة المطلوبة، فضلا عن عدد المواطنين المتضررين جراء ذلك. الاستمارات شبه جاهزة، ولكن مساحة المحمية لم تحدد بالضبط، وأتوقع أن تشمل جميع الغابات المحيطة بمنطقة بارزان. فكرة المحمية الطبيعية في ميرغاسور ستعود بالفائدة على المنطقة من عدة جوانب، وأهمها السياحة، ما يعني تشغيل الكثير من أبناء هذه المنطقة خاصة القرويين في قطاع السياحة الذي سينتعش، ناهيك عن السمعة البيئية الممتازة التي ستكتسبها المنطقة على مستوى الشرق الأوسط والعالم. أو ناشنال باركنا أبن بساماني نتوي يعني المحمية التي نتحدث عنها هي ثروة وطنية لا علاقة لها بخصوصية المنطقة فقط. هنا البيئة مناسبة من كل النواحي. الموضوع يحتاج إلى بحث ودراسة ميدانية من قبل الجهات المعنية، وتشريع قوانين صارمة تمنع الصيد وقطع الأشجار وكل ما يتسبب بتلويث البيئة. ليس فقط على مستوى المحلي أو لمنطقة ميرغاسور، بل ستعود هذه المحمية بالفائدة على تنشيط حركة السياحة على مستوى البلاد ودول الجوار الأقليمي، لأن المشروع كبير جدا ويستوعب آلاف السياح ومنهم أجانب، وخاصة من هواة فن التصوير أو المحبين للحيوانات البرية التي قد تنسجم مع البشر بمرور الزمن. هذه آخر نقطة يمكننا الوصول إليها أنا وكادر البرنامج. الحدود العراقية التركية ليست بعيدة جدا من هنا. التمدد الحضري المستمر للسكان يقلص من مساحات الغابات والأدغال في هذه المنطقة التي يراد لها أن تكون محمية طبيعية وحديقة وطنية تضم بعض الأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات. هذا التحقيق الاستقصائي أخذنا إلى عمق الأدغال وبين الجبال بحثاً عن الحيوانات النادرة، وأثناء التجوال رأينا بيوتاً متناثرة هنا وهناك لقرويين لا يعرفون غير ميرغاسور مسكناً لهم، ويقولون إن السبب من بقائهم هنا هو للبرهنة على إمكانية العيش المتجاور بين الإنسان والحيوان. كل يوم كنت أرى هنا الذئاب والخنازير خلال ساعات النهار، ولكن لم أرى النمور أو الأسود لأن المنطقة مكشوفة ومفتوحة وغابات وجبال. أما ترك القرية فهذا غير معقول، فنحن من نحمي تلك الحيوانات، فلماذا إذا نترك مكاننا؟ توجد هنا حيوانات مفترسة وذئاب وخنازير وحيوانات برية أخرى، ولكن بطبيعتهم لا يؤذون البشر، فنحن هنا نعيش ضمن هذه البقعة ونمنع قتلهم، والحكومة أيضا تمنع ذلك. أما هل نترك المنطقة؟ لا أتصور، فهذه قريتي، كيف أتركها؟ نادرا ما تتجاوز تلك الحيوانات البرية مواقعها النائية لتقترب من قرانا ومزارعنا، رغم أننا لا نصطادهم ولا نقتلهم، لأن ذلك أصبح عرفا اجتماعيا منذ أن أصدر الشيخ أحمد البارزاني أمرا حرم قتل أو إيذاء أي حيوان، ونحن نفتخر بذلك وسنبقى نعيش معهم. إلى هنا ينتهي دوري في هذه الحلقة تقريبا، على أن أعود لكم قبيل نهايتها. قبل ذلك سننتقل سوية إلى السليمانية، حيث زميلتي شيرين هناك ولديها ما تطلعكم عليه في تلك المحافظة التي اتخذت خطوات جدية في مجال المحميات الطبيعية والرفق بالحيوان.
سنتعرف على كل هذه التفاصيل بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. حكومة إقليم كردستان أعلنت قبل سنوات عن إنشائها أول محمية طبيعية لحماية الحيوانات البرية في الإقليم، وكان من المقرر أيضا أن تحتل المراتب الأولى إقليميا ودوليا من حيث التنوع والجمال والتصاميم المتبعة بإنشاء هذه المحميات. فأين وصل هذا المشروع وماذا تحقق منه؟ لنتابع. كما هو الحال في برزان، كانت هناك محاولة بإنشاء أكبر وأول محمية طبيعية لحماية الحيوانات البرية من الانقراض في منطقة قرداغ التي تقع في شمال مدينة السليمانية، وكان من المقرر تنفيذ المشروع خلال 5 سنوات، إذ أعلنت الجهات المعنية في الإقليم عن أن المحمية ستفوق بجمالها وطبيعتها المحميات الأوروبية والأجنبية، وهي لم تختلف عن برزان بشيء، إذ كانت مشروعا حكوميا وليس تابعا للقطاع الخاص. مشروع إنشاء محمية قرداغ ضخم جدا ويقوم على مساحة كبيرة يبدأ من قضاء دربندخان مرورا بقرداغ وهورامان إلى أن يصل إلى الحدود الإيرانية، وهو يحتاج إلى ميزانية ضخمة ليس بمقدور الحكومة تنفيذه حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية. المنطقة تضم العديد من حقول الألغام، لذا علينا بداية التخلص منها تماما ثم البدء بباقي الإجراءات. نحن كشرطة الغابات قمنا بمسح شامل للمنطقة وأحصينا أعداد وأنواع الحيوانات البرية المتواجدة هنا. اكتشفنا وجود أنواع مختلفة من الحيوانات عدا الأسد، فعلى سبيل المثال اكتشفنا وجود نمر من نوع جاكوار وهو قادم من بلاد فارس والقوقاز بعد أن وجد بيئة مناسبة هنا في كردستان. رغم أنه يحظر في إقليم كردستان اصطياد الحيوانات البرية بكافة أنواعها من طيور وأسماك وغزلان ونمور وغيرها من الحيوانات المتنوعة الأخرى، لكن رغم ذلك فإن الصيد ما زال مستمرا إلى الآن. المواطنون يعرفون جيدا إننا نعمل وفق قوانين تمنع صيد الحيوانات وتحمي البيئة، والمخالف يقع عليه غرامة تبدأ من 100,000 دينار وتصل إلى 10 ملايين دينار، فضلا عن السجن الذي يبدأ هو الآخر من يوم 1 إلى 5 سنوات حسب نوع المخالفة. فخلال عام 2020 تم توقيف 336 مخالفا، بينهم 10 مخالفين قضوا على حيوانات برية وآخرون في قضايا صيد الأسماك والطيور البرية وقطع الأشجار وحرقها. نعم، إن مشروع إنشاء محمية للحيوانات البرية في إقليم كردستان قد توقف بسبب الأزمة الاقتصادية، ولكن بالمقابل هناك عشرات المشاريع الإنسانية الأخرى التي يقوم بها المواطنون على نفقتهم الخاصة. فريشتا خان وزوجها سيروان نموذجان جميلان يجسدان معنى الإنسانية، إذ يقومان بجمع الكلاب السائبة والاهتمام بها ورعايتها وتوفير بيئة آمنة لها. في مدينة السليمانية تجوب امرأة شوارع المدينة كاملة خلال تجوالها يوميا بحثا عن كلاب وقطط سائبة معوقة أو مريضة، والقيام برعايتها والاهتمام بها وتقديم كافة الخدمات من طعام ومأوى وعناية صحية، إذ تراه واجبا إنسانيا يقع على عاتقها ويساعدها في ذلك الأمر زوجها سيروان.
فهو من يقوم بالتكفل بشراء الطعام للحيوانات والذهاب بها إلى الطبيب البيطري لمعالجتها، وهي تقوم بهذا العمل الإنساني منذ 13 عاماً مضت. فكرة رعاية الحيوانات بدأت عندنا حينما وجدنا لأول مرة قطة صغيرة يتيمة وهي فاقدة البصر تقريباً. ذهبنا بها إلى طبيب بيطري وصف لها بعض الأدوية، فحلت ضيفاً على منزلنا وقمنا برعايتها إلى أن تحسنت حالتها بعض الشيء. تعلقنا بها ولم نستطع مفارقتها. ليس لدينا تمويل من أي جهة، فقط دعم بسيط من الأصدقاء الذين يوفرون بعض الأطعمة وأحياناً تأمين أجور الأطباء البيطريين. في الماضي كنا نهدي الكلاب والقطط للتبني، ولكن اكتشفنا أن بعض العوائل قصروا في رعايتهم لدرجة رميهم في مناطق بعيدة بدون مأوى. لهذا السبب امتنعنا عن ذلك. فريشتا ترى بأنها لسان حال الحيوانات السائبة، إذ أنهم أرواح نقية لا تستطيع المطالبة بحقوقها كالبشر، لذا قطعت على نفسها عهدا بأن تقوم بخدمتهم ورعايتهم لغاية آخر يوم في حياتها، على الرغم من أن ذلك يكلفها جهدا ووقتا كبيرين، إذ تعمل باستمرار يوميا منذ 5 فجرا لغاية 12 ليلا، ولكنها تشعر براحة كبيرة لقيامها بهذا العمل الإنساني الرائع، مستغربة بذات الوقت تحريض الأهالي أولادهم على تعنيف الحيوانات السائبة، واصفة ذلك بالكارثة المجتمعية. نحن نعمل من منطلق إنساني ونحث الآخرين على ضرورة رعاية الحيوانات والتعامل معها برفق، ومن واجب الدولة والعوائل رفع مستوى الوعي لدى الأطفال بدءا من طلبة الابتدائية بأن الحيوانات يجب رعايتها ولا يجوز تعنيفها، بل العكس، ويفترض من الجهات الحكومية تشريع قوانين تحمي حقوق الحيوانات. هنا في كردستان يوجد عدد قليل جدا من المواطنين الذين خصصوا جانبا من منازلهم أو مزارعهم لإيواء ورعاية الحيوانات السائبة، وخاصة تلك التي تعرضت إلى حوادث عنيفة أو تعاني العوق ومشاكل صحية. السيدة فريشتا وزوجها موضع فخر لكل فرد هنا، إنهما يقومان بعمل إنساني لم تفعله الحكومة إلى الآن رغم الإمكانيات المادية والمعنوية المتاحة لديها. المجتمع العراقي بصورة عامة والكردستاني منه على وجه الخصوص بحاجة إلى نشر الوعي وتعزيز دور الإنسان في توفير الرعاية للحيوانات وعدم إيذائها، فالحيوانات لها دور في تنشيط التوازن البيئي، فالمجتمع المتمدن يعرف من خلال تعامله مع الحيوانات التي لا تمتلك نفعا ولا ضرا لها ولا محيطها. وضع الحيوانات السائبة في إقليم كردستان وخاصة الكلاب والقطط والحمير سيء للغاية، وشبح الموت والقتل يطاردهم في كل لحظة، ولا يوجد أي قانون يحميهم من شر أناس لا رحمة في قلوبهم. قدمنا مشروعا إلى الحكومة والبرلمان لإنشاء محميات صغيرة على أطراف المدن تأوي الحيوانات السائبة، فضلا عن تشريع قانون يمنع تعنيف تلك الحيوانات، ولكن إلى الآن لم نحصل على أي نتيجة تذكر. من الطبيعي رؤية الحيوانات وخاصة الكلاب والقطط في الشوارع وأزقة الأحياء السكنية، وكذلك في حدائق المنازل، فهكذا كانت الحياة في الماضي، فتلك الحيوانات لها بيئة مشتركة مع البشر ولا تستطيع العيش بعيدا عنها، ولها الحق في الوجود والعيش الآمن كما الإنسان. التمدد الحضري المستمر للسكان يقلص مساحات الغابات والأدغال التي تعتاش عليها الحيوانات في هذه المنطقة الشاسعة التي يراد لها أن تكون يوما ما حديقة وطنية أو محمية طبيعية لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض. إلى اللقاء.